السلام عليكم ورحمة الله. معكم المستشار محمد الحسيني من قناة الميزان الذهبي، وأكلمكم النهاردة عن الفنان جميل راتب وسر التبرع بكل ثروته. الفنان جميل راتب تبرع بكل ثروته قبل رحيله، وما بقاش في حسابه مليم واحد. ده كان قرار الفنان جميل راتب قبل رحيله، ورغم إن كتير مننا عارف إنه اتولد وفيه بقه معلقة ذهب وعاش حياة الملوك بين القاهرة وباريس، لكن كتير ما يعرفوش بالقرار ده. القصة بدأت لما جميل راتب شاف إن الفلوس مجرد وسيلة مش غاية، وكان بيقول دايما إن الفن هو اللي باقي، وإن متعته الحقيقية كانت في التمثيل مش في جمع الفلوس. فلما حس إن رحلته في الحياة قربت تنتهي، قرر إنه مش عايز يسيب وراه حاجة ممكن الورثة يتخانقوا عليها. وكان شايف إن المشاكل اللي بتحصل بسبب الميراث ممكن تمحي أي ذكرى حلوة، وهو كان عايز إن الناس تفتكره بفنه وبس. ببساطة جميل راتب وزع كل اللي حيلته على الناس اللي محتاجة ومؤسسات خيرية. هو نفسه قال في لقاء ليه: أنا مش عايز أسيب فلوس يتعاركوا عليها. ده بيوريك قد إيه الراجل ده كان زاهد ومختلف، بالرغم من إنه عاش حياة فخمة جدا في شبابه، لكن في أواخر أيامه كان عايش حياة بسيطة جدا. همه الوحيد كان إنه يستمتع بوقته مع الناس اللي بيحبهم. قرار جميل راتب ده درس كبير في حد ذاته، بيعلمنا إن النعمة الحقيقية للإنسان مش في حسابه في البنك، لكن في اللي بيسيبه وراه من أثر طيب وأعمال خالدة. هو ساب لنا فنه العظيم، وفي نفس الوقت ساب لنا قصة إنسانية عن فنان عظيم عرف إمتى يقول للفلوس لحد هنا وكفاية. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس ليصلك كل جديد.